إدارة الزمالك محضرة مفاجآت في الصفقات وملف المدير الفني الجديد هتقلب الميركاتو في الساعات اللي جاية. وإيه السر في المفاوضات مع لاعبين سابقين في الأهلي؟ أنا هايدي عادل ودي حلقة جديدة من برنامج خدها مني. وأخيراً وبعد سنة كاملة بدون القيد إدارة الزمالك سددت كل الغرامات، وبقى دلوقتي من حق الجماهير إنها تحلم بالصفقات الجديدة. وأنا جاية دلوقتي أطمن جمهور الزمالك وأقول لهم إن في ميركاتو تاريخي هيعلن عنه خلال الساعات اللي جاية، وأهمهم الصفقة المنتظرة من 5 سنين وهو عبد الله السعيد اللي خلص كل حاجة مع إدارة بيراميدز وعرض عليهم التنازل عن مستحقاته عند الإدارة مقابل إنه يروح الزمالك مجانا، واتفق مع إدارة الزمالك على التوقيع لمدة موسمين. والتانية واللي كتير اختاروها لما سألنا الجمهور على السوشيال ميديا وكان اختيارهم هو أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، والصفقة انتهت تماما واللاعب عمل كشف طبي استعدادا للإعلان الرسمي. ورغم ان احمد حمدي كان قبل كده قال انا اهلاوي وصعب العب في الزمالك، ان الموضوع دلوقتي مختلف تماما لانه عارف ان خلاص فرصة العودة للاهلي انتهت تماما، وكمان ضامن المشاركة اساسي مع الزمالك. لكن ده مش اللاعب الاخير اللي كان بيلعب في الاهلي وبيفاوضه دلوقتي الزمالك، فبعد عبد الله السعيد واحمد حمدي يجي دور ناصر ماهر. ودلوقتي بلغ إدارة مودرن فيوتشر إنه مصمم على الانتقال للزمالك، وطلب جلسة مع حسام حسن المدرب الجديد للنادي علشان يقنعه إنه يوافق على رحيله. وفي طبعا 4 صفقات خلصوا خلاص والجمهور بقى عارفهم دلوقتي، وهم مهاب ياسر جناح نادي الداخلية، والمدافع الفلسطيني ياسر حمد، ومحمد عاطف جناح نادي طنطا، ويوسف حسن لاعب خط الوسط ببلدية المحلة. وبالنسبة بقى للمدير الفني الجديد فبنسبة 99% البرتغالي جوزيه جوميز هيكون المدرب الجديد، واتفقوا على ان راتبه يكون 65,000 دولار في الشهر، والعقد هيكون لمدة موسم ونص. والمدرب البرتغالي قرر انه يكون معاه 3 مساعدين اجانب في الجهاز، وهم مدرب مساعد ومعد بدني ومدرب حراس المرمى. ودلوقتي جه وقت انكم تقولوا لي رايكم، شايفين صفقات الزمالك الجديده والمدرب قادره ترجع الفريق انه ينافس على كل البطولات؟